السلام عليكم الناس العزاز، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنا ديما كنتفرجوا وكنسمعوا اكلين لحوم البشر، ولكن اليوم غادي نصدمكم وغادي تعرفوا باللي كاينين الناس اللي كياكلوا لحم بنادم. كيفاش وفين وعلاش؟ بقاو معايا نتعرفوا على كل شيء. اولا هاد القصه قديمه بزاف، وقعت في السعوديه وفي منطقه سميتها حايل، وكيتداول باللي المنطقة بالضبط السمية ديالها هي كفار. هاد القصة قالوا أنها وقعت في عهد الملك محمد بن سعود. في هذيك الوقت هي تكون من الطبقة الفقيرة، ما عندكش زعما ما تاكل، ما عندك حتى شي حاجة، أو لا تكون من الطبقة ديال الناس لاباس عليهم، الناس البرجوازيين لاباس عليهم اللي عايشين الحياة ديال الرفاهية. يعني ما كانش بيناتهم شي حد من الطبقه الوسطى، يا تكون لاباس عليك يا تكون فقير، يعني ما عندك ما تاكل. وهاد الطبقه هذه المتوسطه ما كايناش بصفه نهائيه في هذا العهد هذا. وكانت واحد المرأة في هذه المنطقه هذه، كانت واحد المرأة هي وبنتها عايشين في الطبقه الفقيره. المرأة سميتها ظلمة وبنتها سميتها عروة. هاد المرا وبنتها من الطبقه الفقيره كما قلت لكم، كانوا كيعيشوا ظروف صعيبه، الظروف ديال الجوع، ما لاقين ما ياكلوا. اما اللحم ما ندويوش عليه، ما كاينش كاع ماشي ما كاينش، ما كيلقاوش باش يشريوه كاع نهائيا. يعني لا لقاو غير شي حاجه قليله باش يقدروا يسلكوا ريوسهم باش يبقاو عايشين، يشريوا الروز وهذا ما يقولوها لحد، يعني باش يسدوا الجوع ديالهم. وهنا في هذا الوقت هادي يعني كيعيشوا في هاد الظروف هادي. ظلمة غادي تقلب على شي خدمة، وغادي تخدم عند الناس، واحد الناس لاباس عليهم. غادي ترعى ليهم الغنم ديالهم. ملي غادي تخدم ترعى ليهم الغنم، غتخرج كل نهار كتخدم في العشيه، كتجيب داك الغنم كتجيب تدخلو. ما كرهتش انها تاخد، يعني كل مره كتبقى تشوف كيفاش تسلت شي وحده، شي عتروس، شي حولي صغير باش تسلتو، باش تقدر زعما تاكلو حتى هي تذوق داك الطعم ديال اللحم وداك الشيء. هي وبنتها انهم يسدوا غير الجوع، ماشي حتى يذوقوا الطعم ديال اللحم. ولكن ما كتقدرش، لانها في كل نهار كتديهم يلا كتوصل للباب ديال السيد اللي خدام عنده. كيكون تما واحد السيد معاها كيراقب وكيحسب شحال من راس دخلات ظلمه. يعني ما بامكانهاش تشفر شي واحد، حيت الا دخلات، الا حسبهم ولقى شي وحده ناقصه فهي المسؤوله. اما لا دخلاتهم، الا كانت كتدخلهم بوحدها، تجي الصباح مثلا يجي يحسب معها تقول لي لا راه دخلتهم ولا شي حاجه. ما عندهاش كيفاش دير هاد الخاويه في عامره كما كنقولوا، ما عندهاش بصفه نهائيه. السيده بقات عايشه في حال هكاك. واحد النهار وهي غادي تكون دخلات هذوك الخرفان والماعز، دخلتهم وهي راجعه باش تمشي في حالها، وهي في قمه الجوع ديالها وغاده وكتفكر، وكتسمع واحد الغوات، البكاء ديال واحد الطفل صغير كيبكي. وبقات تابعه داك الصوت، تابعاه حتى غتلقى واحد الوليد صغير بوحدو، ومعاه حتى شي حد. غادي تهزو وغتمشي تجري المغاره فين كاينه، فين كتكون هي وبنتها عروه. غتجري لديك البلاصه وغادي تلقى بنتها، غتقول لها سربي هزي القدره وعمريها، ديري فيها الماء وشعلي العافيه، يعني على العواد. وبنتها غادي تسمع ديك الهضره اللي غتقول لها امها بدون ما تناقشها، وغادير داكشي. اين فوا غادي دير هادشي، غادي تهز ظلمه وبنتها الطفل وغيخشيوه في ديك القدره بلا رحمه بلا شفقه، وهما ما كيفكروا في حتى شي حاجه من غير انهم يسدوا الجوع ديالهم. فغادي ياكلوا هذاك الوليد. ملي غادي ياكلوه غادي يشبعوا وغادي يحسوا بهذاك المذاق انه عجبهم، يعني ولا عاجبهم داك المذاق. كما قلت لكم، اللحم ديال البشر غادي يتعجبوا، غادي يعجبهم، غيجيهم بنين. يعني هنا غادي تبدا القصه ديال عروه وظلمه. ملي عجبهم اللحم، قرروا انهم يصطادوا البشر، يعني انهم يصيدوهم ويجيبوهم عندهم لديك المغاره ويقتلوهم وياكلوهم. فظلمه قررت وعطات الايد لبنتها انها تمشي تغوي الرجاله وتشدهم وتجيب، ماشي تغويهم في الاول، ما كانش اغواء في الاول. كانت كتمشي عروه غير كتقول لهم اجيو معايا، راه الوالده ديالي ما قادراش، مريضه ولا شي حاجه.
كتعطيهم شي سبب، مع هي كانت زوينه بزاف. اي راجل كتقول ليه هادشي ما كيقدرش من شده الجمال ديالها ما كيقدرش يقول لها لا، كيجي معاه كيجي معاها، وهي في الطريق كتبقى غاده وكتلهي كتلاهي. ملي كتوصل لنفس البلاصه اللي كاينه فيها الام ديالها، كتسايس معاه، هي كتدخل مع الغار وكتقول ليه تسنى. الام كتكون ديجا في الفوق ديال المغاره، غتكون فوق منه، غادي تهز واحد الحجره كبيره، غادي تلوحها عليه على راسو، وغتبقى تلوح عليه الحجر، وغادي تنزل وغيكملوا المهمه ديالهم، وغادي يدخلوا داك الانسان اللي اصطادوه، غادي يجردوه من حوايجو وغيطبخوه وغياكلوه. واستمر هذا الحال، بقى نفس الحاجه حتى لواحد النهار. يعني ما غتبقاش تكتفي ظلمه هي وعروه بهذا الشيء، غتقول لها سيري للطريق البلاصه فين كيدوزو المسافرين، غويهم وجيبيهم، وانا غنتكلف بهم. مشات تاني بنتها كدير نفس الحاجه، كتكلف بهم وكتجيبهم، وبقاو على نفس الحاجه. الناس بداو كيختفيو بزاف من هذيك المنطقه. وظلمة ما ماشي بقات تدير غير هاد الحاجه هادي. بنتها كتجيب الرجاله من الطريق، كتغويهم وكتجيبهم. الام بدات كدير انها كتدعي انها كتعرف دير الشعواده وهذا. ملي بدات كتدعي تعرف دير الشعواده، كتقول للعيالات انا نعرف ندير لكم هادي، نعرف ندير لكم هادي. كيجيو عندها النساء، ملي كيجيو عندها كتشفر لهم الذهب يعني كتقتلهم وكياكلوهم، وكتشفر لهم الذهب ديالهم، وتشفر لهم وتجردهم من الحوايج ومن الذهب وداك الشيء. صافي وهذا الشيء بقاو على نفس الحاجه. واحد النهار ملي صافي بدات الاقاويل ديال هذيك المنطقه على الرجاله والعيالات بداو كيختفيو بكثره. كما قلت لكم، ملي غادي يكثروا الشكاوي ديال الناس انهم تيختفيو الرجاله والنساء حتى هما ديال ديك المنطقه، حسوا بالخطر. غادي يمشيو وغادي يشكيو، وغادي يشكيو لهداك السيد اللي كيكون في ديك القبيله عنده الوزن، القيمه ديالو غادي يشكيو هما. هادوك الناس غادي يمشيو وغادي يراقبوا ديك المنطقه. وعروه والام ديالها ظلمه ما في خبارهم حتى شي حاجه، لان هاد الشيء كان سري. الناس انتشروا في ديك البلاصه، قالوا ان الا كان شي حد كيقتلهم ولا كيخطفهم ولا كيدير شي حاجه، راه غادي يبان انهم بقاو متخفين. حتى غادي تجي عروه بطبيعه الحال، غادي تبغي تطبق نفس الحاجه اللي كدير، غتمشي تطلع لديك المنطقه. ملي غادي توقف تما باش تصيد الرجاله غادي يجيو ليها، غادي يشدوها وغيديوها للحبس باش يقتلوها. والام ديالها بقات كتسنى بنتها، وهي كتسنى في داك المغاره بنتها ما غتجيش، يعني ما كاينش الحس. يعني وكتقول بنتي ما جاتش، ما صيدت حتى شي واحد ما جابتو، حسيت بالخطر. فغادي قالوا كل واحد شنو تيقول، ولكن الاقاويل الكثيره اللي تداولت هو انها ظالمه مشات بدات كتمشي كتقلب على بنتها. وغادي يكونوا هما اصلا استدرجوا البنت ملي خداوها، وخداو عرفوا باللي هي والام ديالها. غادي يشدوها حتى هيايا، وغادي يديوها. قالوا انهم غيديوهم غادي يعدموهم ولا غادي يقتلوهم. القصه هنا اللي بقات. والبلاصه ديال ديك المغاره هي غنخليها لكم في صندوق الوصف، باش تشوفوا ديك المغاره النفس الحقيقيه اللي كيقولوا البلاصه ديالها اللي كانت، يعني اللي كانت كيديروا فيها هادشي. ملي مشاو لديك المغاره باش يشوفوا شنو فين كانت كتمارس هادشي، غادي يلقاو بزاف ديال الجماجم ديال الناس، وغادي يلقاو بزاف ديال الفلوس وبزاف ديال الذهب. يعني فاش كانت كتستدرجهم كتشفر لهم داكشي ديالهم وكتاكلهم. جوج جرائم ابشع جرائم، يعني القتل، الاكل ديال لحوم البشر، زائد آم، زعما ملي كيحيدوا لهداك الصيغات اللي كيحيدوا الذهب والحلي اللي كيحيدوا للنساء، والفلوس اللي كيحيدوا للرجاله والنساء. هذه هي القصه ديالنا، وكيقولوا انها حقيقيه لحقاش تداولات من جدات لجدات لجدات، توصلت زعما الاحفاد ديال الاحفاد ديال الاحفاد. يعني هذا الشيء اللي تداول. وهذا ما كيعنيش ان ما كاينينش في العالم اكلين لحوم البشر، كاينين، غير هو ما كثرش بزاف. الله يحفظنا ويحفظكم من هذا النوع ديال هذا البشر هذا. وقصتنا جديده ان شاء الله المره المقبله. وشكرا لكم، ونتمنى انكم تدعموني بلايك
وتخليو ليا كومونتير، واللي بقى حتى الاخر ديال الحلقه يخلي ليا شي كومونتير ورأيه على المنطقه اللي كانت عروه وظلمه كيذبحوا فيها الناس وكياكلوهم، معذره كياكلوا فيها الناس. وشكرا لكم، سلامه.